ينتشر في تركيا العديد من المطاعم العربية والعراقية، بينما عبر طبق المندي اليمني الحدود ليصبح أحد أهم المأكولات في المطاعم اليمنية بتركيا وأيضا حول العالم. المزيد في تقرير مراسلنا مصطفى جواد. في أزقة إسطنبول القديمة وبين روائح الكباب التركي المعتادة تطل علينا ثقافات مختلفة قادمة من الوطن العربي، حيث هنا لا تحتاج أن تسافر إلى اليمن لتتذوق المندي، فقد أصبح متاحا في هذه المدينة الطبق الذي حمل معه قصة بلد وتاريخ وتراث، وبات جزءا من المائدة في الأحياء التركية التي تعج بالجاليات العربية. المندي هو منتشر بأنحاء العالم، والمندي هو مثل الهوية اليمنية، وينبع من حضرموت، من شبام المناطق الحضرمية. الزبائن اللي يجوكم من وين؟ الزبائن العرب والعراقيين، السوريين، الليبيين، الخليجيين بشكل عام، مو زبائن كله يمنيين. الزبائن العراقيين والعرب هم أكثر، وفي من جنسيات أجنبية ومن تشاد، السنغال، الصومال، القرن الأفريقي كله، لأنه الأكل اليمني يتعايش مع الزبائن، مع كل الناس. لم يعد المندي مجرد طبق يمني يقدم للمغتربين واللاجئين العرب في إسطنبول، بل تحول إلى علامة فارقة في سوق المطاعم، حيث أن العشرات منه ومن المطاعم العربية فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة، وبعضها أصبح مقصدا للأتراك أنفسهم وللسائحين الأجانب. انتشارها في تركيا بتساعد، بترجعه للمذاق العربي الأصيل، للأكل العربي، بتعطيه مثلا، بتحسه بالجو العربي، بتذكره في أهل بلده وثقافة البلد والأكل وكذا، فبيحبوا كثير لما يشوفوا مطعم عربي، خاصة لو يمني أو مثلا سوري، أو السوري بيروح للسوري ويجي لليمني، والعكس اليمني بيروح للسوري بيروح للعراقي بيرجع لليمني، فهذا اللي نلمسه من العالم اللي تجي. وفقا لتقديرات، فقد ارتفع عدد المطاعم العربية في إسطنبول خلال العقد الأخير إلى مئات المطاعم، أغلبها من المطاعم العراقية واليمنية والسورية والمصرية، وقد ساهمت في هذا أعداد الجاليات العربية الموجودة في تركيا. مصطفى جواد، اسطنبول، قناة آفاق.